إلى دولة السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم استضافة مجموعة تحية طيبة. يجري الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حاليا دراسة ومباحثات سرية لإقناع دولة الكويت وسلطنة عمان من أجل مشاركة قطر في تنظيم نهائيات كأس العالم بكرة القدم لسنة 2022 لكي تصل عدد الفرق إلى 48 فريق. ومع هذا العدد من المنتخبات يصعب على قطر تنظيم جميع مبارياته، ولكون العراق يمتلك 3 ملاعب مرخصة من قبل الفيفا هي البصرة، كربلاء، أربيل. ومن أجل عودة العراق إلى مكانته الطبيعية الرياضية والدولية تقترح لجنتنا أن تدخل حكومتنا في المفاوضات المشار إليها وتصبح كدولة رابعة من أجل تنظيم مجموعة واحدة في الأقل من البطولة المذكورة، وهي فرصة أن يستفيد منتخبنا الوطني من المشاركة في نهائيات كأس العالم بدون الدخول بالتصفيات. لذا يرجى التفضل بالموافقة مع مراعاة عامل الوقت على هذا المقترح والتنسيق بين الجهات المختصة واتحاد كرة القدم العراقي. ولدينا 3 سنوات قادمة لإدامة منشآتنا، وهي فرصة للعراق للدخول بالاستثمار الرياضي العالمي على يد شركات عملاقة بالتنسيق مع الفيفا. شكرا جزيلا. لجنة الشباب والرياضة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.